السلام عليكم ومرحبا بكم في قناه شيوات خواتات مع امينه. كنتمنى تكونوا بالف صحه وعافيه يا رب. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. نبداو الفيديو ديالنا بالصلاه على نبينا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فيديو اليوم غادي نشارك معكم فيه بريوش ببطاطا كيجي رائع 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 بزاف، خفيف وهشيش. مكونات اكيد بسيطه. نخليكم مع المكونات، طريقه التحضير، وما تنسونيش من اللايك. تفرجوا في الفيديو الى الاخر. بسم الله على بركه الله. غادي نحتاجو في المكونات كاس لاروب ديال العنبه ديال السكر سنيده، كاس لاروب ديال العنبه ديال الزيت، وجوج معالق ونص كبار ديال الزبده اللي تكون بدرجه حراره المطبخ، معلقه كبيره ديال خميره الخبز اولا الخميره الفوريه، كاس ديال الياغورت الطبيعي اولا كاس ديال الياغورت بنكهه الفانيلا كيبقى لكم الاختيار، خماره وحده وشاصيه ديال السكر الفانيلا وحده، وبيضه وحده راني نسيت ما حطيتش في المكونات ولكن غادي نستعملها في الخليط. واحتاجيت هنايا جوج بطاطا يكونوا متوسطين، قطعتهم مربعات وسلقتهم في الماء، وبالماء ديالهم غادي نخلطهم، والدقيق كيبقى على حسب الخليط. غادي ناخذ ميكسور اولا اي روبو، غادي ندير فيه بطاطا اللي سلقتها، غادي نطحنها مزيان حتى تولي لنا على شكل بيغو كيف كتشوفوا. ومن بعد غادي نضيف ليها المكونات الاخرى. غادي نضيف لها الياغورت الطبيعي اولا ياغورت بنكهه الفانيلا، وغادي نضيف ليها الزيت كاس لاروب، غادي نضيف لها السكر سنيده كاس لاروب، وبيضه وحده، وقبصه ديال الملح اللي كتبقى ضروريه في جميع انواع الحلويات. وغنعاود نطحن هذا الخليط مزيان حتى كينسجموا مع بعضياتهم. غادي نزيدوا عليهم السكر الفانيلا قبل ما نطحنوهم، وغادي نخلطهم بحال هكا حتى كيولي لنا خليط سائل كيف ما شفتوا معايا. وغادي نضيف لهم خميره الخبز اولا الخميره الفوريه، وغنضيف لهم شاصيه ديال الخميرات الحلويات، وغنعاود نطحن الخليط ديالي مزيان. نحركوهم شويه عاد فاش نطحنوهم مزيان حتى كيتخلطوا لنا مع بعضياتهم وكينسجموا. ومن بعد ما طحنت هنايا الخليط ديالي انسجموا مع بعضياتهم المكونات، كبيتهم في القصريه اولا في الاناء اللي غادي نعجنوا فيه الخليط ديالنا، وغادي نبدا نضيف لهم الدقيق تدريجيا، ونبدا كنجمع في الخليط. الدقيق يكون من النوعيه الجيده الخاص بالحلويات، ويكون مغربل جوج المرات باش هكا كيجينا البريوش ديالنا خفيف بزاف. غادي نجمع الخليط ديالي بالدقيق ونبقى نضيفوه تدريجيا بشوي. حاولوا ما نقصحوهاش من الاول، نخليو العجينه ديالنا تكون رطبه. هانتوما غتشوفوا معايا القوام ديال العجين، وكنبقى نضيف هنايا في الدقيق تدريجيا كيف قلت لكم حتى كيتجمع ليا الخليط ديالي اولا العجين ديالنا. وكنبقى كنجمع في العجينه وانا كندلكها شويه كيف كتشوفوا. نضيفوا الدقيق غير بشوي. من بعد هنايا مجموعه العجينه ديالي، العجينه كتكون كتلتصق باليدين خفيفه كيف قلت لكم. غادي نزيد لها هذيك الزبده، هي باش غادي ندلكوا العجينه ديالنا. ضروري في البريوش ندلكوه بالزبده باش هكا كيجي خفيف بزاف وقطني. غادي نبقى ندخل فيها هذيك الزبده وانا كندلك في العجينه ديالي، وما تخافوش منها راه غادي تولي لكم جاريه شويه، ولكن ملي غادي تدلكوها بالزبده راه غادي تجمع لكم وما تبقاش كتلصق لكم في اليدين. اولا ممكن تعجنوها في العجانه وتضيفوا بحال هكا الزبده باش كتدلكها العجانه مزيان. المهم انا بقيت كندلك في العجينه ديالي بالزبده كيف كتشوفوا مزيان حتى كنجمع هذيك الزبده كلها ندخلها في العجين كيف ما شفتوا معايا. غادي نغطيها دابا بالبلاستيك الغذائي كيف كتشوفوا، عجينه خفيفه بزاف. غادي نغطيها بالبلاستيك الغذائي اولا الفيلم اليمونتير، وغادي نخليها حتى تخمر ويتضاعف الحجم ديالها. نغطيوها بحال هكا بالفيلم اليمونتير ونديروا لها شي منديل فوق منها ونخليوها تخمر على خاطرها. كنعرفوا ان الجو سخون ما غاديش تاخذ معنا الوقت كثير ديال الخميره، تقريبا ما بين 30 دقيقه حتى 35 دقيقه وكتكون واجده. ومن بعد هنا ما خمرات ليا العجينه وضاعفت الحجم ديالها كيف كتشوفوا ما شاء الله. العجينه خمرات بزاف. غادي نحيد لها هذاك البلاستيك الغذائي، وانتم قبل ما تغطيوها بالبلاستيك الغذائي حاولوا انكم تدهنوا الوجه ديالها بالزيت باش هكا ما تلصقش لكم في البلاستيك الغذائي. غادي نجمع العجينه ديالي، نخرج من هذوك الغازات اللي كيكونوا فيها. كيف كتشوفوا العجينه راها مرخوفه بزاف، يعني بحال جاريه كيف شفتوا معايا. ندهنوا يدينا بالزيت مزيان، ندهنوا سطح العمل بالزيت، ونبداو كنشكلوا على شكل كويرات متوسطه الحجم كيف ما شفتوا معايا، ونحطوهم بحال هكا في البوطاجي حدانا باش هكا غادي نشكلهم الشكل اللي بغينا. وغادي تشوفوا معايا التتمه ديال الفيديو. من بعد دابا ما شكلتهم كويرات غادي نبدا نخدم في العجينه. بسم الله على بركه الله. دابا غادي نبدا نشكل في العجينه ديالي. خديت هنايا كره ودهنت شويه سطح العمل بالزيت، وبديت كنطلقها بحال هكا على شكل دائري، وكندير فيها شويه ديال الشكلاط يكون مقطع اولا الشكلاط ديال بديل الشوكولاته الخاص بالكرواسون، وكنبدا بحال هكا كنتنيه على شكل مسمنه. كندير ملي كنبغي نتني التنيه الثانيه كندير وحده لتحت ووحده الفوق كيف كتشوفوا باش كتجيني مقاده في الوجه ديالها وما تجينيش عجينه كثيره الفوق ولا عجينه كثيره لتحت. انا غنعاود معكم بنفس الطريقه. كنديروا الشوكولاط بحال هكا في الوسط، نبسطوه نديروا الشوكولاط ونعاودوا كنتنا بحال هكا على شكل مسمنه. كنديروا وحده الفوق ووحده لتحت كيف ما شفتوا معايا.
وكنحطوها في الطاوه اللي نكونوا دهنينها بالزبده وراشينها بالدقيق. نعاود معكم واحده اخرى باش تشوفوا، ونتمنى الفيديو يكون واضح لكم والطريقه حتى هي تكون واضحه. كيف كتشوفوا معايا كنديروا وحده الفوق ووحده لتحت، وكنحاولوا اننا نبسطوها شويه بيدينا، ودائما نخدموا باستعمال الزيت باش هكا ما تلصقش لينا العجينه ديالنا، لحقاش خفيفه بزاف ما تلصقش لينا في سطح العمل. كيف كتشوفوا معايا الطريقه سهله بزاف وبسيطه، باش هكا كتجينا على شكل كرواسون، كتجينا مقاده وزوينه. الطاوه ديالي دهناها بالزبده ورشاها بالدقيق. من بعد انا ما كملت الكويرات اللي عندي كاملين، غادي نحاول انني نبسطهم شويه، نغطيهم ونخليهم حتى يخمروا ويضاعف الحجم ديالهم. هاد العجينه اللي بقات درتها على شكل شهده. من بعد هنايا ما خمرات ليا البريوش ديالي. من بعد ما خمر كيف كتشوفوا معايا خمر وضاعف الحجم ديالو ما شاء الله. دابا غادي ندهنها ببيضه كامله مخلطه مع شويه ديال الخل، اولا ممكن ديروا البيض تخلطوا معه شويه ديال القهوه سريعه الذوبان ودهنوا الوجه ديالهم. غادي ندهن الوجه ديالهم مزيان بالبيض كيف كتشوفوا، ونحاولوا اننا ندهنوا غير بشويه باش ما نخسروش هذاك الخميره ديال البريوش ديالنا، باش يبقى بحال هكا خامر ومنفوخ. وندهنوا الجوانب مزيان باش كطيب لينا من كل شي جوانب مقاده. كيف كتشوفوا معايا كنبقى كندهن في هذا البريوش ديالي مزيان ندهنوا الجوانب مزيان. اولا اللي ما بغاش يدهن بالبيض ممكن يدير كاس ديال الحليب، شويه ديال الحليب عفوا، يديروا مع ديك القهوه سريعه الذوبان ويدهن به من الوجه حتى هو كيعطي واحد التحميره زوينه للبريوش ديالنا. غادي ندهنها دابا وغادي نزينها. بالنسبه للتزيين كيبقى لكم على حسب الاختيار. انا غادي نزينها بشويه ديال الكاوكاو مهرمش، عندي انا الكاوكاو مهرمش مقشور وغادي نزينها به. ولا بغيتو تزينوها بالحبوب الخشخاش او بالزنجلان او لا اي مكسرات عندكم ممكن تزينوا بهم. خديت انا هنايا كاوكاو كيف قلت لكم خضر مهرمش، وبديت كنديرو في الوسط ديال هاد الكرواسون. كنعرفوا ان الكاوكاو كيمشي مزيان مع الشكلاط. غادي نديرها مزيان نقادها، والفران ديالي كيسخن على 200 درجه. نشعلوا ليها من التحت حتى كطيب، عاد فاش كنشعلوا على الوجه ديالها باش كيتحمر. دابا غادي ندخلها الفران ديالي طيب عافيه كيف قلت لكم متوسطه 200 درجه، ونشعلوا من التحت حتى كطيب معنا وكيبداو الجوانب ديالها كيتحمروا. عاد فاش كنشعلوا على الوجه باش كياخذ هذيك التحميره الذهبيه كيف كتشوفوا. ومن بعد ما خرجت البريوش ديالي من الفران كيف كتشوفوا معايا خرجته وغطيته بواحد المنديل وخليته حتى دفى شويه، يعني نحاولوا اننا نخليوه حتى يدفى عاد فاش كنقدموه بالصحه والراحه. كنتمنى الفيديو يكون نال اعجابكم. البريوش ديالنا كيجي خفيف بزاف وقطني وهشيش ورائع بزاف، اكيد غادي يعجبكم الا جربتوه. جربوه على ضمانتي. كنتمنى الفيديو يكون نال اعجابكم. ما تبخلوش عليا بلايك، بارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء، وفي مواقع التواصل الاجتماعي اي سؤال اي استفسار خليوه لي في التعليقات، واكيد انني غادي نجاوبكم عليه. واللي اول مره كتشوف القناه ما تنساش انها تشترك في القناه، تفعل الجرس، وتبارطاجي الفيديو مع الاهل والاصدقاء في مواقع التواصل الاجتماعي باش تكبر القناه ديالنا وتكبر العائله ديالنا. وهكا تخلي لي واحد اللايك باش تفرحني وتعليق زوين. كنتمنى الفيديو يكون نال اعجابكم والبريج ديالكم نال اعجابكم. استودعكم الله والى فيديو قادم.